السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما حضراتكم شايفين كده، بلح الشام بطريقة مضمونة جدا، هيبقى مظبوط معاكي من اول مرة. كمان المقادير بتاعته مختلفة عن اي مقادير هتشوفيها. كوباية دقيق ومعاهم بيضاية، وهنعمل كمية محترمة جدا. زي ما انتم شايفين بيلمع جدا وصوت القرمشة. اتمنى تجربوا الطريقة. انا هبة علي، يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تعجبكم. كمان القوام بتاع العجينة هيبقى مظبوط جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله، مش محتاج ولا ان انت تضغطي جامد ولا اي حاجة، وفي نفس الوقت مقرمشة زي ما سمعتوا الصوت في اول الفيديو. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف المقادير. ابسط مقادير هتجربوها ومضمونة جدا جدا جدا. اهم حاجة تتبعي التفاصيل بتاعة التسوية، اهم من المقادير واهم من كل حاجة. حطيت طبعا زي ما شفتوا كده كوباية كاملة من المية السخنة اللي بتغلي، وكمان هنضيف على الكوبايه ربع كوبايه من الميه السخنه اللي بتغلي، علشان خاطر يفرق معاكي في ان انتي تسرعي في العمليه بتاعه الغليان بتاعتها. وضفت عليهم ربع كوبايه من الزيت النباتي. الربع كوبايه دي تقريبا بتعادل معلقتين كبار من الزيت. وهناخد الحبه الاخرانيين اللي في الكب، وعلى طرف المعلقه كده هتحطي ذره خفيفه من الفانيليا، لان احنا هنحط فانيليا تاني. وهنرفع كل الحاجات دي على النار. اول ما يبداوا يغلوا بالشكل ده هتبتدي تضيف عليهم كوبايه كامله من الدقيق. ومش هنضيف دقيق تاني، هنضيف مكونين بس في الاخر، مش دلوقتي خالص خالص. هنضيف مكونين كمان وما تحطهمش ضروريين، واهم حاجه في الوصفه دي هم اخر مكونين هنضيفهم. اهم حاجه في المرحله دي ان حضرتك بتهدي النار شويه وبتكملي تقليب على النار، مش بترفعيها على طول من على النار. بلح الشام باحلى طريقه، مقرمش جدا جدا من بره، وفي نفس الوقت طري جدا من جوه وهش كده وطعمه حلو قوي. انا هنا حطيت الدقيق وما طلعتش ايدي من البوله او من الحاجه اللي انتي بتعملي فيها. هتفضلي تقلبي، والافضل تكوني عاملاها في طاسه زي اللي انا عامله فيها دي، وتكون ما بتلزقش، وتفضلي تقلبي فيها لحد ما توصل معاكي للشكل ده. مفيش دقيق خالص وكل الحاجات اختفت، وفي نفس الوقت خلاص المكونات كلها تجانست مع بعض. هنبتدي بنفس المعلقه وهو سخن كده نقلب فيهم كويس، وزي ما انتم شايفين كده باخد من تحت لفوق، وببتدي اضغط تاني والمهم على بعض بالمعلقه لحد ما يبردوا شويه، وبعد كده هسيبهم يبردوا على راحتهم. بس اهم حاجه توصلي للشكل دوت قبل ما تسيبيهم يبردوا، علشان خاطر ما تنشفش معاكي ويبقى فيه جزيئات ما دخلش الدقيق في السوائل وتبقى مكلكعه معاكي، ومش بتبقى افضل حاجه. التيب اللي دايما كل القنوات او كل الناس بتشرحه هو التيب ده، بس انا هقول لكم ان ده مش افضل تيب بجد من الاول على طول كده. التيب الافضل هوريه لكم في اخر الفيديو ان شاء الله واحنا بنشكل مع بعض. هعمل من ده وهعمل من التاني وهتشوفوا انتوا الفرق وانتوا احكموا. خلاص انا كده معايا العجينه بردت ونقلتها في بوله تانية، وهبتدي اخد معايا بيضايه واحده بس، وزي ما قلت لكم في الاول بيضايه واحده وكوبايه واحده من الدقيق، وهنعمل احلى بلح شام وبكميه مش قليله. وعلى طرف المعلقه هنحط كمان فانيليا تاني، وبالمعلقه هنبتدي نكسر كده كلهم في بعض وندخل البيض جوه العجينه دي. ومش هنحط بيض تاني، بس هو دي بس. اهم حاجه البيضايه تبقى حجمها كبير شويه، متبقاش بيضايه صغيره. والبيض البلدي مش بيبقى افضل حاجه، خلي بالكم في الحلويات، فخليكم في البيض الابيض او البيض الاحمر اللي انتوا زي ما شفتوا كده حطيته. بعد شويه هبتدي طبعا اقلب بالمعلقه وبايدي، بعد كده هكمل العجن بتاعها لحد ما توصل للقوام اللي هوريه لكم دلوقتي. قوام كده ملزق، مش افضل حاجه وانتي بتعمليه بايدك، بس بالمعلقه كده لو حابه ان انتي تكملي العجن بالمعلقه تقدري تعملي كده. انا عجنت شويه بايدي وشويه بالمعلقه. واخر حاجه ضفتها زي ما بقول لكم معلقه من النشا ومعلقه كبيره من الكاستر، الاتنين معلقتين كبار. هتبتدوا تضيفوهم على المقادير دي. زي ما قلت لكم كوبايه وربع من الميه، عليهم كوبايه من الدقيق وربع كوبايه من الزيت، وعليهم معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من الكاستر، وهبتدي احطهم وارجع تاني اقلبهم كلهم مع بعض. طب ليه ما حطيتهمش مع الدقيق؟ علشان ما يكونوش معايا، يبقوا زي المهلبيه كده في العجينه وتقسى معايا العجينه. انا عايزاهم دلوقتي علشان يستووا معايا في الزيت، ما يستووش من الاول في الميه. خليكم ماشيين بالطريقه اللي انا عملتها دي، هتطلع معاكم احلى بلح الشام هتجربوه. خلاص انا هنا كده جبت الاسباتيولا وبدات الم كل الحاجات دي كده مع بعض. العجينه بتبقى ناعمه جدا من بره، بس بتلزق شويه. بالاسباتيولا هتلاقي نفسك لمتيها ومش محتاجه تتدخلي فيها بايدك تاني خالص. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وجيبوا كده بوله فيها شويه ميه عشان تعرفي تعبي الكيس وانتي بتشكلي البلح الشام. انا هنا خلاص العجينه هوريكم برضو القوام بتاعها شكله عامل ازاي من قريب.
بس امشوا على المقادير اللي قلتلكوا عليها وان شاء الله هتظبط معاكم من اول مره. معايا كيس عادي خالص، مش محتاجه كيس قماش ولا اي حاجه، لان العجينه بتاعتنا طريه مش ناشفه ومش قاسيه، ومش هتضطري ان انت تضغطي عليها بقوتك كلها، بكل سهوله هتلاقيها نزلت معاكي. انا اهم حاجه بس وانا بدخلها كده جوه الكيس ببل ايدي عشان ما تلغوصي في الكيس وتضيع منك كلها. والاتنين اللي مشكلاهم دول لو مش بتعرفي اصلا تستخدمي الكيس هقولك برضو في الاخر تقدري تعملي ايه. وبعد ما هحط العجينه في الكيس ما تحطيش كميه كبيره، هوريكم الكميه اللي انا بحطها عشان اقدر اتحكم في الكيس. يا دوب قد 3 صوابع من ايدك بس كده، وانتي حطهم تبقى ايدك جايه عليهم 3 صوابع، ومن فوق هتفضلي تطلعي الهواء لحد ما توصل العجينه لحد اول التب. بعد كده هنمسك الكيس وتفضلي تبرمي فيه بالشكل دوت لحد ما تبقى خلاص ملكاها بايدك ومقفوله كويس جدا من فوق. وبالثلاث صوابع اللي قلتلك عليهم هتضغطي ضغطه خفيفه جدا، هتلاقي العجينه بالمقادير المظبوطه جدا طالعه معاكي احلى بلح شام. هنقول تاني، ضغطة خفيفة بالثلاث صوابع هتلاقي العجينة طلعت معاكي. اول ما تطلع وتبقى بالمقاس اللي انت عايزاه هتبتدي تقصيها على حسب الطول اللي انت عايزاه. هنقول تاني، ضغطة خفيفة هنقطع بالمقص بكل سهولة، حتى مش بتضطري ان انت تبلي المقص في الزيت ولا اي حاجة. ولما تخلصي قطعة العجينة هتقطعي برضو بالسباتولا كده وتحطي تاني في الكيس وتكملي معاكي بقية الخطوات عادي جدا. اهم حاجة الزيت بيبقى بارد، ما بتبقيش حطيتيه اصلا على النار، ده في اول مرة. تاني مرة بعد ما تخلصي اول مرة هتاخدي الطاسة من على النار ترفعيها وتحطيها على الرخامة وتبتدي تكملي تقطيع وتكملي تشكيل. وبعد ما بتكملي التشكيل وبيبقى خلاص معاكي الكمية المظبوطة، وما تكتريش عشان خاطر ما يتعوجوش منك زي ما اتعوجت مني اخر اتنين كده. طبعا مش بنلمسهم ولا بيجي جنبهم، بنرفعهم على النار وبتبقى النار درجة حرارتها عالية شوية. اول ما يبتدي الزيت بس يسخن سنة صغيرة بنخليها على الوسط. وبيفرق معاكي على حسب نوع الطاسة بتاعتك، سواء كانت سميكة او خفيفة بتفرق معاكي في درجة الحرارة. لو الطاسة سميكة فهتخلي الحرارة متوسطة، لو الطاسة خفيفة وبتلسع معاكي الحاجة فانت هتخلي النار تبقى هادية خالص عشان خاطر ما يتلسعش منك. ومش هتلمسيه ولا بمعلقة ولا بشوكة ولا هتحركيه ابدا بايديكي. بس بعد شوية هتبتدي كده، اول ما تلاقي الفقاعات دي بدأت تزيد هتبتدي تحركي الطاسة كده بالطاسة نفسها، مش بأي حاجة تانية، تحركيها علشان تقلبي. اول ما تلاقيهم اخدوا لون كده وتماسكوا شوية تقدري تحركيهم، لو عايزة تحركيهم بالشوكة مفيش مشكلة. واول ما ياخدوا اللون اللي هو الاشقر الفاتح خالص ده هتبتدي تقلبي فيهم شوية بسيط لحد ما ياخدوا معاكي لون اشقر زي ما انت عايزة. كل ده درجة الحرارة على درجة حرارة وسط. ولما يوصلوا للون اللي حضرتك شايفاه ده هتبتدي تعلي النار علشان ياخدوا معاكي اللون كويس كده، بيبقى استوى من جوه كويس جدا، ولكن من بره لسه ما اخدش اللون الحلو. فانت خلاص هتبقي اتاكدتي ان هو استوى من جوه، تبتدي بقى تعلي النار وياخد معاكي اللون اللي انت عايزاه. لو عايزه اللون بتاعه يبقى فاتح زي ما انتم شايفينه كده تقدري تطلعيه بيبقى فاتح شويه بس مش بيبقى مقرمش قوي. لو هتغمقيه سنه هيقرمش معاكي ويبقى حلو قوي قوي زي ما سمعتوا في اول الفيديو كده وشفتوا اللون بتاع بلح الشام مظبوط 100 100. خلاص دي اول طاسه كانت خلصت معايا، وهوريكم تاني طاسه. الزيت شايلته بس من على النار بعد ما رفعت منه بلح الشام وبدات كده اقص فيه البلح الشام زي ما انتم شايفين لسه سخن ما بردش ولا اي حاجه، فما تقلقوش ومش مضطرين ان انتوا تقعدوا تستنوا. يعني لو عندك حد ولا لو عندك ضيوف عايزه تعملي ومستعجله على طول هتروحي حاطه تاني في الطاسه من غير ما تستني الزيت يبرد. بس اهم حاجه تبقي شايلاه من على النار. وده الشكل الاحلى في بلح الشام، مش التب الاولاني اللي انا وريته لكم. هوريكم شكله بالظبط عامل ازاي. ودي المرحله اللي بيبقى خلاص اتماسك والقوام بتاعه بقى جامد شويه وتقدري تحركي فيه براحتك مفيش اي مشاكل. التب اللي هي زي بتاعه البيتي فور هي دي الاحلى، واللي شكلها بيبقى احلى في بلح الشام، احلى من السنون الرفيعه. وطبعا اول ما بياخد معاكي اللون المظبوط بيكون معاكي شربات تقيل وبارد، بيبقى معمول كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه وعصره ليمون وتحطيهم على النار. انا بيبقى عندي جاهز برشه بس كده على طول وبيبقى اسرع حاجه حلوه، ممكن تجربوها بالشكل القمر ده. اتمنى طبعا ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. اشوفكم باذن الله الفيديو جاي على خير. كل فيديو حضراتكم بخير. سلام.